سيكون علمنا المغربي الأحمر ذو النجمة الخضراء محفوفا أولا بعناية الله وألطافه، وثانيا بأعلام أخرى من أشقائه دول العرب ودول إفريقيا. فسير شعبي العزيز على بركة الله. أخيرا أو بعد 10 سنين توحد العرب على كلمة واحدة وهي سير سير سير. العالم بالأجمع أصبح يكن الاحترام من العرب، وذلك يعود لزئير أسود الأطلس. منطقة الجزاء، مغرب العز بين الأمم. المستحيل ليس مغاربيا، المستحيل ليس عربيا. المغرب شرف العرب وإفريقيا كما تعلمون يا أصدقاء. القدر يجمع العالم من جديد، وكل القارات تجتمع على تظاهرات عالمية كل 4 سنوات بطبيعة الحال. ومن لا يعرفه كأس العالم، وما أدراك ما كأس العالم. منذ عشرات السنين والعرب يسيطرون على هذا الكأس التي تمنح حائزها على الاحترام الدولي ويكتب اسمه في التاريخ الأبدي. وكانت دولة قطر هي من استضافت هذا الحدث الكبير الرائع، تنظيم أكثر من رائع وخيالي، وليس هناك مجال لقول العكس. وقبل انطلاق المباريات كل المنتخبات العربية غابت عن ترشيحات الناس، والعالم بأسره يرشح البرازيل والأرجنتين والبرتغال وفرنسا، وفي الآخر لائحة نجد المنتخبات العربية والإفريقية. نعم يا صديقي، حتى العرب والإفريقيا لم يحلموا من قبل بتحقيق هذا الإنجاز، والمشاركة المشرفة هي شعارنا. ولكن فجأة ظهر اللون الأحمر وسط العروش هذه المنتخبات الأوروبية والجنوب أمريكا. ظن في لحظة أنها مجرد سحابة عابرة، ولكن الحقيقة المرة لهم أن هذا اللون الدموي يعود لدولة عريقة والتي كانت تثير الرعب بالدول. وإن نسيت فأن التاريخ لا ينسى مملكة الأسود الأطلس المغرب. بعد تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم قطر سنة 2020 ولا واحد قام بترشيح المنتخب لدور الثمن، بالعكس معظم الدول العربية والغربية احتقروا المنتخب المغربي، وكذلك المنتخبات العربية والإفريقية، وكل كان ينتظر رجوع المنتخب المغربي في الطائرة الأولى. وسبب ذلك كان تواجدنا ضمن مجموعة الموت حقا. من هو هذا الأحمق الذي سيرشح المغرب لدور الثمن؟ هذه كانت كلمة كثير من الناس حول العالم. لكن بعد حين حدث ما لم يكن في الحسبان، والمنتخب المغربي تأهل للدور الثمن وتأهل في تصدر مجموعته والتي يعتبرونها مجموعة الموت، متفوقين على شياطين الحمر ب2-0 على كندا. ولا ننسى خطف نقطة أمام كرواتيا بتعهد سلبي. هذه كانت بداية قصة المنتخب الملكي، وبدأت أسود الأطلس تجوع بعد كل معركة. المغاربة كلهم خرجوا إلى الشوارع يحتفلون فرحة لم يسبق لها مثيل لأول مرة بعد تأهل مونديال سنة 1986. استنشقوا روح الأمل من جديد. إفريقيا أصبحت تعتمد على المنتخب المغربي، وأيضا لا ننسى المنتخب القوي السنغالي. تأهلنا في صدارات المجموعة، لكن لا زالت الأفواه تشك في قوة المنتخب المغربي. المنتخب الإسباني سيواجه الأسود الأطلس، وهذا في دور الثمن، والعالم كامل يرشح إسبانيا بالفوز على المغرب. جاءت لحظة المباراة ووليد الركراكي يصرح ويقول للمغاربة لنتفاءل. أقول لكم ديروا النية معنا. ديروا النية، هذه المقولة التي استشهرت بين العرب والعالم بأجمعه. صدقوا أو لا تصدقوا، أسود الأطلس راودت التيران إسبانيا ولم يترك لهم مجال لكي يسددوا حتى سقط التيران أمام عرش الأسود. بعد استلام إسبانيين تألق الحارس ياسين بونو في ضربات الجزاء في مواجهة ياسين 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 ضاعت يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب،
المغرب. هنا جاء دور الانتقام للبرتغال لما وقع سنة 2018. الأسود لا تنسى ولا تسمح لمن تجرأ وفر من غضبها. وسط أكثر من 40,000 متفرج تحت صافرة الاستهجان افترست الأسود المنتخب البرتغالي. العالم توقف لحظة حينها أدرك أن المغرب لم يصل إلى المربع الذهبي صدفة، وإنما لاغرينتا والروح القتالية هي من كانت وراء الإنجاز. حينها أدرك العالم أن أسود الأطلس لا يمزح. أي فريق سيواجه المتاعب ولن يتخطى بسهولة. فرحة هستيرية والمغرب اهتز من جديد، صغير وكبير ونساء ورجال، سعادة غامرة في كل أنحاء المغرب. حتى الأسد الملك محمد السادس بكل تواضع وفخر خرج للشوارع المملكة مستمتعا بفوز المغرب، شعور لا يوصف إذ كان دمك مغربي. أول منتخب عربي إفريقي يصل إلى نصف النهائي التاريخي، يفتح صفحاته بعد قرون ليكتب بحبر الأحمر والأخضر بعودة السلالة القديمة. المنتخب المغربي شرف العرب والمسلمين والأفارقة، وفي لحظة جعل العالم نفسه يدعمه. نصف النهائي الكبير بين المغرب والديوك الفرنسية، الأسود التي عادت من عدة معارك صعبة. الفرنسيون متوترون، وبطبيعة الحال من يتحمل ليكون أمام الأسود. بداية المباراة كانت سيطرة مغربية وغياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة، لكن وليد الركراكي أشرك اللاعبين احتياطيين رغم افتقارهم للتجربة، لكن قاتلوا من أجل القميص الوطني. قدمت الديوك الفرنسية بهدف مباغت للأسود، لم تستسلم وقاومت إلى الرمق الأخير. كانت هناك أخطاء بسيطة تحولت إلى أهداف وكانت لصالح الفرنسيين، والحكم تجاهل ركلتين جزاء لصالح المغرب، لولاها لكنا سباقين في المباراة. فوالا انتهت المباراة بفوز فرنسا وتأهلت إلى النهائي، لكن المغرب فاز باحترام العالم. الملايين البشر اعترفوا بقوة الأسود الأبطال، رفعوا رايتنا ورؤوسنا وبرهنوا للعالم أن إفريقيا ليست كما يعتقدون، وبإمكانهم المنتخب إفريقي أن يقارع الكبار. شعور لا يوصف. شكرا لكم ولكل من ساهم في هذا الإنجاز. وهنا غنكونوا سالينا القصة ديالنا. ولا عجبك مساج لايك كومنتير وتفاعل معنا في القناة باش يوصلك الجديد، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.